3 مواقف في حياة الشيخ الشعراوي ما تتنسيش، والموقف الثالث هو أغرب موقف هتسمعه في حياتك. الموقف الأول كان بين الشيخ الشعراوي والكابتن محمود الخطيب. بيحكي الخطيب وبيقول: في يوم من الأيام كنا معزومين عند الشيخ الشعراوي، أنا ومجموعة من اللاعبين، وكان قدامنا ترابيزة كبيرة قوي عليها كل أصناف الأكل. بس الغريب وبرغم كل الأصناف والأنواع دي، الشيخ الشعراوي كان قدامه طبق صغير فيه حتة جبنة ولقمة عيش ناشف. كان بيتكلم معانا وبعدها ياكل شوية ويرجع يتكلم تاني. احنا كلنا كنا مشغولين في الأكل، بس أنا فضلت مركز معاه. اللعيبة كلهم خلصوا أكل وقاموا، وأنا فضلت قاعد مستني الشيخ الشعراوي لما يخلص، ولقيته بيقول لي: أنت خلصت أكل يا ابني؟ قلت له: آه يا شيخ، بس أنا مستنيك تخلص. رد عليا وقال لي: أنا كمان مستنيك. بعدها الشيخ الشعراوي قام قفل الباب وجاب أطباق كبيرة وفضل يلف على كل أنواع الأكل، وبدأ يشيل كل قطع اللحمة المتبقية وجمعهم في طبق كبير ونضيف، وبعدها فرز كل الأكل بنفس الطريقة. وبرغم إني كنت عايز أساعده لكنه كان بيرفض وصمم يعمل كده بنفسه. بعدها فتح الباب ودعا كل السواقين والغفرة وطلب منهم يجوا ياكلوا. بعدين جمعنا وبدأ يدينا دروس عن الحياة وأمور الدنيا والدين، وصلى بينا المغرب وبعدها استأذنا عشان يخرج بره. فأنا حسيت إن الشيخ تعب، فطلبت من زمايلي إننا نمشي، وقمنا عشان نسلم عليه. فوقف الشيخ الشعراوي يسلم علينا واحد ورا التاني. الخطيب بيقول: أنا كنت آخر واحد في الصف وكان قبلي زميل ليا. الشيخ الشعراوي ساعتها كان تعب فقعد على الكرسي، فزميلي مد إيده عشان يسلم عليه، فالشيخ الشعراوي وطى على إيده وقال له: يا ابني دي تحية واجبة مني ليك، لأني ما قدرتش أقف وأسلم عليك. زميلي وقف مصدوم وبدأنا نبص لبعض، ولما جيت أنا أسلم عليه خفت أمد إيدي فالشيخ الشعراوي يبوسها هي كمان. قمت بوست على دماغه ومشينا. بس الموقف فضل معلق معايا لغاية النهاردة، كان درس كبير قوي في جبر الخواطر. أما بقى عن الموقف التاني، حصل في يوم بعد ما الشعراوي خلص محاضرته في جامعة القاهرة. الشباب خرجوا كلهم واتلموا حوالين العربية بتاعته عشان يحتفلوا بيه ويظهروا حبهم للشعراوي، لدرجة إنهم كانوا عايزين يرفعوا العربية فوق كتافهم من كتر حبهم فيه. الموقف عدى والشيخ الشعراوي مشي، لكن في نص الطريق طلب من السواق بتاعه يقف قدام الجامع. السواق وقف وكان فاكر إن الشيخ الشعراوي دخل يصلي، لكنه فضل واقف مستنيه كتير قوي والشيخ لسه ما خرجش. ابنه قلق عليه ونزل عشان يشوفه، واتصدم ساعتها من اللي شافه. الشعراوي كان جوه الجامع بينظف الحمامات. ابنه سأله وقال له: بتعمل كده ليه يا عم الشيخ؟ الشعراوي رد عليه وقال له: لما الشباب كانوا ملمومين قدام العربية بتاعتي وكانوا عايزين يشيلوني من على الأرض شيل، حسيت بلحظة غرور وحبيت أكسر نفسي وأدوقها الذل قبل ما الغرور يتحكم فيا. أما بقى الموقف التالت فده بجد أغرب موقف ممكن تسمعه. الموقف كان بطولة الشيخ الشعراوي مع ابنه. ابنه بيحكي وبيقول: في يوم وفاة الشيخ الشعراوي وفي الوقت اللي كان بيحتضر فيه ما كانش بيقول الشهادة كاملة، كان بيقول أشهد أن لا إله إلا الله ويسكت. فابنه بيقول له: كمل يا شيخ الشهادة وقول أشهد أن محمدا رسول الله. لكن الشيخ كان بيردد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله. ولما ابنه قال له للمرة التانية: يا شيخ كمل الشهادة، الشيخ رد وقال: أنا استحق كل ده، أنا استحق كل ده، هو أنت جاي عشان خاطر أنا جاي لك أهو. وساعتها قال الشيخ الشعراوي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. ومات بعدها على طول. الشيخ الشعراوي وهو بيحتضر كان بيقولها وكأنه شايف الرسول قدامه. واحد في حجم الشيخ الشعراوي وعلمه وكل الخير اللي عمله في حياته، مش غريبة عليه أبدا إنه يشوف الرسول قبل ما يموت. ال3 مواقف دول جزء بسيط قوي من حياة الشيخ الشعراوي، علمنا منها جبر الخواطر والتواضع، وعشان اللي بيتواضع لربنا ربنا بيرفعه وبيعلي مقامه دنيا وآخرة. مات الشعراوي وهو بيحتضر بعد ما شاف الرسول، وفضلت سيرته الحلوة لغاية النهاردة ولسه مكملة. كل ما تدي من غير مقابل ربنا هيرزقك من غير ما تتوقع. اعمل الخير بصوت هادي النهاردة، وبكرة خيرك هيتكلم عنك بعلو الصوت.